عارف ان الفتحة اللي في شباك الزنزانة قديما يعني كانت هي الوسيلة الوحيدة للسجين انه يشوف العالم، بس في نفس الوقت كانت هي العين السحرية للحارس ان يراقبه منها ويراقب منه كل حركاته. النهاردة خرم الكاميرا اللي في شاشة موبايلك ده بقى هو الفتحة دي، بس انت بقى اللي بتقرر تستخدمها عشان تفتح لنفسك طاقة نور، ولا تستخدمها عشان تراقب العالم وتتجسس عليه. انا النهاردة جايب لك الزيتونة في تطبيق اكشن نوتش، تاتش ذا نوتش. التطبيق دوت بيحول الكاميرا لزرار سحري. بس قبل ما نبدأ خليني أصدمك بأهم 5 مميزات خلت التطبيق ده كسر حاجز المليون بسرعة. تصوير الصامت بلمسة واحدة للكاميرا، الموبايل بيصور فيديو أو يسجل صوت والشاشة مطفية. اختصارات البرق، ضغطة واحدة بس تفتح الكشاف أو تاخد سكرين شوت من غير ما تدوس على زراير الموبايل. الوصول للمستحيل، تقدر تخصص أوامر مختلفة، لمسة، لمستين، لمسة طويلة، كل واحدة تعمل كارثة شكل. توفير عمر الزراير، لو زراير الصوت عندك بايظة النوتش هتبقى هي البديل الذكي. التخفي التام، التطبيق بيشتغل في الخلفية من غير ما حد يحس انك فاتح برامج اصلا. بس استنى، في نهاية الفيديو هقولك 5 عيوب تخوف و5 نصايح لو ما عملتهمش موبايلك حرفيا هيبقى مكشوف. التطبيق ده وظيفته الحقيقية هي إعادة تعريف الحيز. هو بيحل مشكلة إن الموبايلات بقت طويلة وصعب توصل لبعض الاختصارات بإيد واحدة. هو كمان مناسب جدا للناس اللي بتحب المالتي تاسكينج، بس خطر جدا في إيد حد نيته مش كويسة. طيب تستخدمه ازاي؟ بعد ما تحمله مش محتاج حساب، وده أول فخ. مفيش تتبع بيانات رسمي بس الصلاحيات مرعبة. اول حاجه هتعملها هي تفعيل الاكسبيليتي سيرفيس، دي الماستر كي اللي بتخلي التطبيق يسيطر على لمسات الشاشه. بعدها هتدخل الاعدادات وتحدد الابعاد، الطول والعرض بتاعه النوتش عشان لمستك تلمس المكان الصح. انصحك تخلي السيجنال تاتش تفتح تطبيق انت بتستخدمه كتير لمسه الواحده، ولونج بيس للقفل. المميزات الحقيقيه بعيدا عن التصوير، الميزة الجبارة بقى هي سايلنت ريكورد، انك تقدر تلمس الكاميرا الامامية ضغطة طويلة او مطولة، الموبايل يبدأ يسجل فيديو بالكاميرا الخلفية وانت حاطه على الترابيزة والشاشة سودة تماما، ودي ميزة مرعبة للصحافة او كارثية في التجسس. العيوب والمشاكل، اكبر عيب هو اللمس الخطأ. لو انت بتلعب او بتكتب ممكن تلمس النوتش غصب عنك فتلاقي الموبايل صور او قفل الشاشة في وشك. كمان التطبيق بيسحب بطارية سنة زيادة لأنه بيفضل مصحصح المستشعرات كلها طول الوقت. التريكات والحركة أو الحركات بقى، فعل ميزة الفيدباك عشان الموبايل يتهز لما تلمس النوتش فتحس إنك دوست فعلا وهو دلوقتي بيسجل. في حركة ذكية ممكن تخصص النوتش إنها تفتح المنبه أو التايمر بلمسة واحدة، مفيد جدا للناس اللي بتطبخ أو بتذاكر. طيب الفخاخ بقى والحيل بتاعة التطبيق. التطبيق مجاني بس الإعلانات فيه بتظهر بشكل مستفز وانت بتظبط الإعدادات. والحيلة هنا ان في بعض الوظائف بريميوم بتفتح لما تتفرج على الإعلان، وده بيخليك سلعة للمطور. إساءة الاستخدام، خلي بالك للأسف التطبيق ده ممكن يستخدم في الابتزاز. حد ممكن يسجل فيديو أو صوت لحد في قاعدة خاصة بلمسة واحدة على الموبايل وهو مقلوب. نصيحتي ليك، لو لقيت حد حاطط صباعه على الكاميرا بوضع غريب شك فورا. البدايل بقى، نوتش ديزاين، هو بس الاكشن نوتش بيتفوق في الاوامر الخفيه اللي هي السيكريت ريكوردينج، وهو احسن في الوظائف بس اسوأ في استهلاك البطاريه. لو انت تيك توكر او حد بيحب الاختصارات السريعه يستحق جدا. لو انت انسان طبيعي مش محتاج غير كشاف فكك منه، المساحه اللي هياخدها من الرامات والبطاريه كتير عليه. اخطر تعليق عليه لايك في المتجر، برنامج جبار بس خايف يصورني وانا مش دريان. اهم 5 عيوب بقى، استنزاف البطارية، تدخل مع الالعاب لو انت بتلعب هتلمس غلط، اعلانات غلسة في الاعدادات، بيحتاج صلاحيات حساسة جدا، ممكن يهنك في بعض واجهات اندرويد بالذات شاومي. اهم 5 نصايح قبل الاستخدام، استثني التطبيق دوت من باتري اوبزرفيشن عشان ما يفصلش. حدد مساحة اللمس بدقة عشان ما تدوس غلط. بلاش تستخدم مميزات التسجيل الصامت في اماكن خاصة، خاف على خصوصية غيرك. اقفل الاشعارات الدائمة بتاعته من اعداد النظام لو مضايقاك. جرب ميزة الدبل كليك عشان تمنع اي امر يشتغل بالصدفة. لو عجبك شرحي واستفدت مني باي شيء، شير ولايك وسبسكرايب. لينك التطبيق سيبولك في الديسكريبشن. لو استخدمت التطبيق قبل كده وعجبك او في اي ملحوظة انا ما قلتهاش اكتب لي في الكومنتات وانا هثبت تعليقك عشان الكل يستفيد منك. سلام.